السلام علیکم. نن د اپریل 5 تاریخ د جمعې ورځ ده او زموږ دلته په لندن کې شپږیشتمه روژه ده. بیګا لره روانه شپه د 20مه شپه ده او د دې نن ورځ چې کوم برخلاف کې چې اهم چې تاسو شپه کوم چې نن جمعة الوداع دی. د دې ورځ خپل په دغه وخت سره یو خاص سیګنیفیکنس دی په هغې باندې چې څومره د علماو پوهانه خلک دي په هغې پوهېږي چې د دې ورځ اهمیت څه دی. دویمه خبره چې هغه په دې پسې د برکت یو دغه ده هغه دا ده چې روانه شپه دا 20مه ده او په دې کې چې کوم دی نو دا د هغه لیلة القدر چې څه ته ویلی کېږي چې هغه د مبارکه شپه چې د هغې زیات امکان په دې 20مه شپه باندې دی. درېمه خبره چې هغه په مونږ به نن د قرآن شریف ختم کوو. زموږ په بلال جومات کې په ټولو جوماتونو کې به دلته په لندن کې نن د قرآن شریف ختمي حافظان صاحبان به ختم کوي او هغه به چې کوم دی نو مونږ بیا هغه کوو. دا درې دغه چې کوم دی نو د نن ورځې سره د 5 اپریل سره لکه تړلي دي. ما چې زه تاسو دا ووایم یو دا به بیا تاسو ته وار په ټول به دغه سره ښیم دغه به مې ورته وایم او دا ټول خبرې ورته دغه تلاوت کوي بالکل په عربي د تعلق د انډیا سره. ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذا تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ہم اس ماہ مقدس کے 26ویں روزے سے سرفراز ہو رہے ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں سب بشارت اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اہل ایمان کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. کہ ایمان والو، میں تمہارے کسی بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا کوئی خاتون ہو. تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس ماہ مقدس کی بابرکت ساعات ہمیں عطا فرمائی اور اس ماہ مقدس کا آج یہ آخری جمعہ ہے کہ جس کو جمعۃ الوداع بھی ہم کہتے ہیں. تو اس ماہ مقدس کے کچھ پیغامات ہیں. 2-4 روز بعد یہ ہم سے الوداع ہو جائے گا اور اپنی رونقیں ساتھ لے جائے گا، لیکن ہمیں کچھ پیغامات ہیں جو دے کر جا رہا ہے. اور اس مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ ہم سب
उन पैगामात को सुने और अगले रमज़ान तक उनको याद रखें। हज़रात मोहतरम, ये हमारा तजुर्बा है हमारी ज़िंदगी का और हमारे रोज़े रखने का कि ये माह मुक़द्दस किस कदर हमारे अंदर तंजीम पैदा करता है, अख़ुव्वत पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है, यकजहती पैदा करता है। देखिए, अल्लाह के हुक्म से एक ही वक्त पर सब लोग सहरी बंद कर देते हैं। जुम्मतुल विदा दगराwan दे मजलिस पे साहिरुल जसद बिस्सहर मैं करम ली जाती करीबन बास का देर को कि हम ये चाहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله العلي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان حكيم الاسم غزير العلم وسيل الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم. اللهم أيدهم. اللهم احفظهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. سكن درس कर लें, अगली सत्र मुकम्मल कर लें.